شهدت المدينة القديمة بمدينة تطوان حالة استنفار أمنيا وصحيا عقب العثور على جثة شخص داخل منزله في ظروف وصفت بالغامضة، ما استدعى تدخل مختلف المصالح المختصة لنقل الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يشتغل قيد حياته موظفا بالجماعة قبل أن يتم العثور عليه متوفى داخل مسكنه، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن أسباب وملابسات الوفاة. وقد جرى نقل الجثة وسط إجراءات احترازية واحترافية دقيقة بالنظر إلى إصابة المعني بالأمر قيد حياته بمرض السل، حيث تم اعتماد بروتوكول صحي خاص لتفادي أي مخاطر محتملة. وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف الوفاة وكافة الملابسات المرتبطة بالحادث.